ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقتنا عن الستامبنج أو الأختام، والنهاردة هنتعلم أنواع الأختام وأشكالها. طب احنا هنستفاد يا دكتور؟ أنت لما تشوف الختم مدور بتعرف إنه صغير في السن تحت إيه؟ تحت السن. طب أنا لو شفت الختم مربع زي الختم ده مثلا بعرف إن الختم إن الحيوان كبير في السن. يبقى احنا كده عرفنا إن الختم لو مدور صغير في السن، لو مربع كبير في السن. طب تمام. طب لو قربنا بالفيديو وبصينا، طب الختم وبصينا ولا الختم دلوقتي بيحتوي على ايه؟ انت لما بتشوف الختم انت بتعرف ايه ككونسيومر؟ بتعرف ان الحيوان خالي من الامراض واندبح فيها هايجينيك كونديشن حلوه. يعني ايه؟ يعني بيئه نظيفه. تمام. يبقى انا لو شفت الختم ده بعرف ان الحيوان خالي من الامراض وفي نفس الوقت اندبح بطريقه نظيفه. تمام. انت بتبص في الختم ككونسيومر. النهارده هديك حلقه تفهم يعني ايه الختم ده واستفاد منه ايه. الختم فيه 5 اجزاء. الجزء الاول المحافظه اللي اندبح فيها، الجزء الثاني اسم المذبح اللي اندبح فيه، الجزء الثالث يوم الذبح، الجزء الرابع اللي هي السيكريت مارك. طب لازم تدرس السيكريت مارك يا دكتور. كل مجزر كل يوم بيطلع سيكريت مارك مختلفه. ليه؟ عشان يمنع الغش. ممكن اي جزار يذبح بره حاله فيها امراض ويعمل لك اي ختم مزيف فيغشها. لا، السيكريت مارك بتعرفك انه البتاع ده مذبوح في مجزر. السيكريت مارك بتعرفك ان البتاع مذبوح في مجزر. اخر حاجه نوع الحيوان. نوع الحيوان برضو من ضمن اجزاء الستامبنج. الختم بيعرفك هل الحيوان ده جاموسه ولا بقره، عشان في اشتباه كبير بين الحيوان ده وده. بعرفك شيب ولا بيج، خنزير ولا خروف. بعرفك نجود معزه برضو ولا شيب خروف. ماشي. فاحنا كده عرفنا. احنا خلاصه الكلام احنا استفدنا ان شكل الختم سواء مدور ولا مربع. المدور صغير في السن، المربع كبير في السن. طب تمام. طب ايه محتويات الختم؟ محتويات الختم اسم المجزر. تقدر انت ككونسيومر تعرف اسم المجزر، تعرف اسم المحافظه اللي ذبح فيها، يوم الذبح، نوع الحيوان، واخر حاجه بتاكد لك قوي انه مذبوح في البتاعه ديت ان ايه السيكريت مارك، واخر حاجه النسب.